وها قد حان الوقت ولا تنظيفات شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. وحقيقي من وجهة نظري دي أهم مليار مرة من التفريزات، عشان طول ما البيت رايق طول ما في وقت للطاعة، وبالأخص في العشر الأواخر. أنا عارفة أن أنا آخر واحدة أبدأ، بس السبب ان البيت على ما نوصل للعيد يكون مش محتاج رتوش صغيرة، وخلاص اتعودنا ان انا كالعادة مش بعمل البيت ابدا ابدا كله في يوم واحد مادام تنظيفات عميقة. ببدأ حاجة حاجة عشان اقدر ان انا انجز من غير ما اهلك نفسي، ولو اهلكت نفسي مش هقدر اكمل. النهاردة انا عملت اكتر غرفة بنقعد فيها وغرفة النوم، وحسيت ان انا تعبت جدا، فقلت يا ريتني كنت عملت حاجة واحدة بس. وفي الاول وفي الاخر اسلوب التنظيف بيختلف من واحدة لواحدة، ولكن دوت اكتر حاجة بتريحني. ودي اول تنظيفة عميقة اعملها بعد ما رجعت من الغردقة. الجو النهاردة كله عفرة وتراب جدا، بس ما كانش فيه وقت. خلاص كل عام وأنتم بخير. رمضان يوم الأربع أو الخميس، ربنا يبلغني وإياكم شهر رمضان يا رب. الجو تراب والبيت كمان كان كله تراب، والشقة كانت محتاجة تزعيف وأشيل التراب من الشبابيك، فعملت كده. ما غسلتش طبعا الشبابيك بمية عشان انتوا شايفين شبابيك شقق الإسكان اللهم بارك كله بيتقشر أصلا بدون غسل. كلكم كنتوا قايلين لي اعمل الارضيات بفلاش، هتبقى حلوه جدا، فعملت كده فعلا، ورشيت على ارض جافه الفلاش كله. الطبق اللي بيتقفل ويتفتح اللي احنا جبناه من كام يوم، عايزه اقول لكم انه اسوأ حاجه فيه ان هو مش عملي نهائي، بيوقع الميه من الجناب، فالافضل تجيبوا اللي هو المدور. المهم ان انا حطيت فيها بريكس وحطيت فيها اوكسي وحطيت فيها معطر فريده، والصراحة فرقت جدا في ريحة الأوضة، لأن الفلاش بيخلي ريحتها صعبة جدا. وخلوني أقول لكم إن الفلاش فرق بنسبة 30% مثلا، مش نسبة كبيرة خالص في الأرضيات. بيفرق أكتر في الفواصل، ولكنه مش هيغير نوع البلاط، يعني هو دوت بلاط الإسكان. وممكن يكون ما فرقش كمان، هو بس عشان انا بعملها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها اخر مره، ان انا بجيب مقشه وبفضل ان انا ادعك في الارضيات كده، فالحركة دي كفيلة ان هي تطلع كل الحاجات اللي مش نظيفة في الارضيات وتخليها جميلة. ولا كم تمنيت برضو ان تبقى في حاجة فعلا بتفرق في الارضيات وتشيل البياض والحاجات اللي في الارض، ولكن للأسف ما لقيتش لحد دلوقتي. هي دي نسبة 30%، قلت اوريها لكم في الاخر، وبصراحة انا راضية برضو عنها. وأصبحت الغرفة على ما يرام، اللهم لك الحمد. أوقات كتير بحس مدى سهولة الفيديوهات قبل وبعد، ولكن لما بفتكر المجهود المبذول، لا بصراحة أنا كمان نفسي إن هي تخلص بسرعة كده. أول غرفة اللي هي دي كنت خلصتها أثناء صلاة الجمعة النهاردة، وبعد الصلاة فطرنا اللهم لك الحمد. وانا خرجت الترابيزة اللي موجودة في الأوضة حطيتها في البلكونة، وفطرنا في البلكونة برضو، مش عارفة جبنا الشجاعة دي منين. فضيت الغسالة ورصيتها تاني، ودي انا بحتفل بيها ان انا خلصت جزء من البيت، فقرة البخور، وبحط معاها 2 قرنفل، بتفرق جدا في الجهاز التنفسي. المهم استنوني في باقي فيديوهات التنظيف وفيديو تعليق زينة رمضان.